المعسكر حسب البرنامج اللي وضع الكادر التدريبي انه راح يكون قبل اسبوع، تصور يوم 12 او 13 من شهر 3، وراح يكون بالتاكيد في البصره. ومدرب المنتخب باكر يوم الاثنين راح يروح يطلع يشوف الفنادق اللي موجوده داخل البمغاني اللي موجوده داخل المدينه الرياضيه، يشوف اذا هي جاهزه لان يكون المعسكر في المدينه الرياضيه نفسها، حتى لا يروح الى فنادق ويسوق المسافات طويله. وهاي بس دا يريد يشوف هل متوفر فيها كل الاحتياجات الخاصه بالمعسكر، وعلى ظهر راح نقرر. بس هو قبل اسبوع من المباراه راح يكون موجود. يبدا لم تعلن لحد الان ولا يتم مناقشتها. انت تعرف لان اكو فتره بعد طويله، والمدرب يتابع يتابع كل الامور سواء في الدوري العراقي وحتى في الدوريات الاجنبيه، الدوريات الاوروبيه وحتى الدوريات العربيه اللي فيها لاعبين محترفين، لاعبين المحترفين يلعبون فيها. وبالتالي بعد لحد الان لم تحدد ملامح اختيار المجموعه النهائيه لخوض مباراتي الكويت وفلسطين ان شاء الله.